السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى طشة للملوخية بقى، ملوخية يا جماعة فيها تكات كتير جدا. تابعونا للآخر عشان تشوفوا أحلى تكات وأسهل ملوخية ممكن تعملوها في حياتكم. احنا بنعمل الملوخية طشتين، دي الطشة الأخيرة. يلا نشوف بقى الخطوات. عملنا النهاردة ملوخية بالأرانب. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير واعملوا لنا سبسكرايب وتابعونا يا جماعة، وما تستخسروش فينا اللايك لانه بيرفع الفيديو. زي ما انتم شايفين بنجتهد عشان نعمل لكم احلى حاجة. ملوخية النهاردة بالأرانب بقى يا جماعة، طعم رائع، مش قادرة أقول لكم على طعمها عامل إزاي. شايفين قوامها وشكلها. لا استخدمنا فيها مخرطة ولا استخدمنا فيها كبة ولا استخدمنا فيها خلاط. هنقول لكم احنا عملناها إزاي بطريقة سهلة جدا ومريحة جدا جدا جدا، ونتيجة روعة زي ما انتم شايفين. يلا بقى نشوف خطواتنا. معانا النهاردة أرانب مغسولة ومتنضفة ومنقوعة في محلول النقع. بحب اديها صدمة كده، اي فراخ اي لحوم اما بتاخد صدمة بتبقى جميلة. هنرش عليها رشة من الفلفل الاسمر كده كتتبيلة معاها يعني. والله انا كنت متبلاها في مية بصل وملح وفلفل برضو بعد ما طلعت من محلول النقع. البصل اللي انا بشرته للشوربة بتاعتها اهو، بصل مبشور وطماطم مبشورة حطيتها في الشوربة، ولورا وحبهان وعود قرفة صغنن جدا، وحدتين قرنفل وبصلاية كاملة. وحطيت بقى الأرانب كده بعد ما خدت الصدمة لحد ما استوت وطلعتها. هنحمرها بقى في زيت على سمنة، هتاخد شكل ولون جميل كده. أحلى طريقة للأرانب يا جماعة، أحلى طريقة للأرانب الطريقة دي، وسهلة جدا وشوربتها بتكون رائعة. زي ما انتم شايفين حطيت فيها بصلاية مفرومة او مبشورة، خدت ميتها لتتبيلة الارانب. والبصلاية التانية سليمة ومعاها طماطماية للشوربة، واي خضار بقى عندك، لو عندك جزر او حاجة ضيفي اي اضافات تحبيها. هنحمرهم بقى يبقى لونهم وشكلهم جميل كده. الارانب دي اكل الملوك يا جماعة، والله العظيم في ناس كتير مش بتحبها. لكن هي اي حد لا قدر الله بيكون تعبان، الدكاترة بيوصفوا له الارانب لانها لحمها خفيف وابيض، وكمان سهلة الهضم يعني، ومفيدة طبعا، بروتين مفيد. حمرتها بقى كده وفرشت خضرة في طبق تقديم، وحطيتها كده بشكل جميل. الملوخية يا جماعة اللي احنا هنعملها النهاردة اختراع. خليكم معانا للآخر عشان تشوفوا الملوخية وهي بتتعمل بأسهل طريقة وأحلى طعم ممكن تدوقوه من الملوخية. ما تصعبوش على نفسكم المطبخ يا جماعة. شايفين اللون بقى؟ هنكمل بقى التحمير، ورشيت عليها رشة خضرة كده وشوية ملح وفلفل، وخلاص ركننا الطبق بتاعنا على ما نفور بقى الملوخية. شايفين الجمال يا جماعة؟ صفيت بقى من ورق اللورة والحبهان والعود القرفة والكلام ده كله. حطيت بقى معلقة سكر، وعلى طرف المعلقة شوية كربوناتو. أي حاجة خضرة يا جماعة عايزين تحافظوا على خضرها، هتحطوا لها شعرة كده صغيرة جدا من الكربوناتو في الشوربة، أو بيكربونات الصوديوم أو كربونات الصوديوم. هنقلب بقى الملوخية وهي بحالها كده بعد ما اتغسلت واتنقعت كويس جدا، تقليبة في في الشوربة اللي بتغلي. وهنحط معاها مكعب من مرقة الدجاج او مكعبين على حسب الكمية اللي انت عاملاها. انا عاملة كيلو. وبالهاند بلندر، ويلا بقى ادي زي ما انتوا شايفين. عايزة اقول لكم القوام بقى الجميل، والملوخية متخرطة ولا اجدع مخرطة، تحفة جدا. ظبطي بقى، حطي شوية بهارات، شوية فلفل اسمر، دوقي طعم الملح، ظبطي الشوربة. هي الشوربة دي بتاعت الارانب طبعا هي كانت متظبطة، لكن لما بنضيف الملوخية بتعتبر عدبة، فبنبدأ نظبط تاني لحد ما نوصل للطعم اللي احنا عاوزينه. قلبتها كويس بقى وبدأت اعمل لها طشة. الطشة بقى مكان تحمير الارانب. جبت معلقة توم حلوة كده وبدأت اشوح فيها.
هنحط بقى معلقة كمان من الكزبرة الخضراء الناشفة سوري، وهنشوحها مع التوم. خليكم معانا يا جماعة طول الفيديو تكات عشان الملوخية تطلع ناجحة منك وجميلة. التكة دي بقى من بق شيف في فندق كبير، قال لي حطي معلقة صلصة بيور مع الطشة دي، وابدأي بقى حطي الايه الملوخية عليها. دي اول طشة يا جماعة، طعم وريحة بقى مش قادرة اقول لكم، جابت من اخر الشارع، كله اتفاجئ بطعمها الجميل. بدأت اعمل بقى، خلصتها واديتها الغلوة بقى، فورتها يعني زي ما بيقولوا. بس انا مش بعرف اشهق على الملوخية يا جماعة زي ما الناس بتقول. غرفت بقى الملوخية بتاعتي كده وجهزت الاكلة، ورحت عاملة الطشة الأخيرة ديت في الأطباق كده بتاعت التقديم، بتدي شكل وطعم كمان جميل جدا للطبق. زي ما انتوا شايفين كده، شايفين قوامها يا جماعة، مخرطة